سلام شيرات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا غاية. مرحبا بكم في قناه فاطمه الطبخ واسهل الوصفات. اليوم البنات راح نحضروا حلوه شابه بزاف، حلوه بسيطه للقهوه تاع العصر. تجي شابه بزاف. هذا الحلوه تجي على شكل صابلي وبنينو في زوج مخلطين. روحوا مقادير هذه الوصفه. واش نحتاج؟ عندي مغرف كبيره تاع زبده. انا راح ندير كميه قليله، تقدروا نتوما تضعفوا المقادير. راح ندير مغرف تاع زبده كما راكم تشوفوا معمره مليح مليح. واش راح نزيد؟ نص كاس تاع سكر. شوفوا راهو قل من الخط باصبع. نفس الكميه تاع الزيت تاني، الخط ها هوينه صافي صباع. راح نديرو حبه تاع بيض، نديرو جوج مغارف تاع كاكاو، نديرو عطر الكراميل، ونديرو مغرف صغيره تاع خميره تاع الحلويات والفارينه ورشه تاع الملح. نجو طريقه التحضير. نديرو هنا ديك المغرف تاع مارغاري، نزيدو رشه تاع ملح، تحلت كاع مزيه. كنا نديرو السكر، تقدروا ديروا سكر كلاصي. نديرو الحبه تاع البيض، نديرو عطر الكراميل، ثم ديروا اي لافان يكون عندكم، قيس مغرفه صغيره يجي شباب بزاف هذا. نزيد الزيت هنايا. واش ندير؟ نخلطهم بالباطور مليح مليح ونرجع معكم. نتوما تقدروا تخلطوا بيديكم، غير انا بغيت نخلطهم بالباطور باش من الوقت. هنا البنات بعد ما خلطت كامل المكونات تاعي، واش ندير هذيك الكاكاو. انا هنا ما كانش عندي زوج مغارف، كانت عندي غير قيس مغرف ونص بقات لي. ندير عليها شويه تاع الفارينه، ونديرو قيس مغرف تاع صغيره تاع خماره، يعني نص باكي. ما نديروهاش كاع، ونبقاو نجمعو حتى نتحصل على عجينه تكون طريه هكذا. نبقى نجمع ونزيد في الفارينه هكذا. تجي شابه بزاف هذه الحلوه. راح نزيد الفارينه كما راكم تشوفوا البنات. هذه هي الحلوه، العجينه اللي نتحصل عليها عجينه طريه. نجو هنا كيفاش نشكلوا الحلوه تاعنا. نجو هنا البنات، جبت بلاستيك، اي بلاستيك يكون عندكم، وراح نحلها عادي ماشي رقيقه، ما لازمش نحلوها رقيقه. دوك نوريكم السمك كيفاش لازم يكون هكذا البنات. انا راح نديرها بهذا القلب. حاولوا يكون عندكم الطابع صغير، يكون الطابع هكذا صغير. شوفوا ها غليظه درتها، وغادي تزيد الحجم تاعها. مي رانا دايرين خميره. نشكلها كامل. هنا شكلت الحلوه تاعي والفوغ شعلته من قبل. ندخلوا على الطيب على نار ناقصه ونجيو نحضروا البنينو تاعنا. هنا البنات عندي قفريط راني نفتت فيه زوج باكي كيما هادو. انا درتهم ذوق شوكولا، راح نفتتهم هكذا غير بيديكم فتوهم ويتفتت بسهوله. هنا البنات راح نزيد عليها جوج ثم من الاحسن ديروه محمص اذا كان عندكم كاوكاو محمص مطحون، كاس تاع اتاي. وراح نزيد البسكوي، بسكوي طحنته كما راكم تشوفوا هكذا. نخلطوهم. هنايا طحنت هذاك البسكوي هذا، درت زوج باكي كيما هكا، وراح نجمعهم بالطوفيه كراميل. هذا بقات لي من العيد، غادي نجمعهم بهم. نتوما تقدروا تجمعوهم بالحسن بالشوكولا، الحاجه اللي تكون عندكم. راح هكذا نبقى نجمع. هنا كانت في الثلاجه شويه راهي هكذا البنات. لازم هكذا نبقى نخلط حتى نقدو نشكلوها. هنا واش ندير لهم؟ راح نشكلهم هكذا كريات على حسب الحلوه تاعنا. انا عندي 24 حبه، راح نشكلهم 24 حبه هكذا. ونحاول هكذا نضغطوا عليها غير هكذا، نشكلهم كامل. نجو البنات هذه الحلوه تاعنا بعد ما طابت واش نديرو؟ نحكم حبه من هذا الحشو، نحاول هكذا نضغطوا عليها شويه فقط هكذا.
نجيبو هذاك الكراميل اللي يبقى لنا، نمسحو هكذا قيس ما تسقلنا الحبه فقط، ونحطوها هكذا هكذا باش يجينا الشكل. راح ندير لهم كامل، نلصقهم هكذا هكذا، نديروا الكراميل غير قيس الحبه هذيك فقط هكذا، نحاولوا نضغطوا عليها شويه باش تسقلنا فقط هكذا. ندير لهم كامل ونرجع معكم. هنا البنات دوبت شوكولا بيضاء، ما زدت لها ولا شيء ابار الزيت كما راكم تشوفوا. واش راح ندير؟ نجيب الحلوى تاعي كما هكذا عفوا، ونحاول نقلاصيها. انا نبغي هذه نقلاصي فيها تساعدني وهكذا الشوكولا تهود لنا بسهوله هكذا تهود هكذا. نديرو هكا باش تهود هذاك الزائد تاع الشوكولا. نحاول نقلاصيها مليح مليح، سيرتو هذاك الفوقاني هكذا هكذا. راح نقلاصيهم كامل نفس الطريقه ونرجع معكم. البنات هي مازال ما تنشف، راح نديرها هكذا كاوكاو مطحون من الفوق هكذا كتزيين بسيط. تقدروا ما ديروش، تقدروا ديروا اي حاجه تكون عندكم. ديجا مراش يبان مليح، مي كي تقربوا الكاميرا مليح على تليفوني ماهوش يصور غايه يجي شباب هكذا. راح نديره كامل نخلوها تنشف ونرجع معكم. كما راكم تشوفوا البنات هذه هي الحلوه تاعنا. شوفوا كيفاش تجي شابه بزاف. شوف انا قلت لكم تليفوني ماهوش يصور غايه، مي تجي شابه. تقدروا هنا ديروها حتى للمناسبات، تجي شابه الاعراس اي حاجه تجي رائعه. راح نقسم لكم تشوفوا كيفاش جات. تجي طريه وشابه. سيرتو هذاك الفوقاني اللي درناها دوك الكريات يجوا روعه. شوف معسلين. المهم هذاك الكراميل اللي يبقى فيها ليسونسيال البنات، ودير لكم 24 حبه بيض ومغرف مارغرين، دير لكم 24 حبه كامل هادو، ووحدين كراوهم قبل لا نصورهم. ليسونسيال البنات بغيت نشاركهم معاكم. وصفه سهله وبسيطه وتجي بنينه. نتمنى هذه الوصفه تعجبكم، واذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات، وان شاء الله في وصفه اخرى، والى اللقاء.